واش فراسك نهار الدرون المغربية ضربت دوك الربعة ديال المرتزقة الجزائريين وفرتكات ليهم العش ديالهم؟ الجزائر اعلنت على ان هناك 4 قادة ديال البوليزاريو قتلتهم الدرون المغربية، وقالوا سيدي باللي جابوهم في التوابيت وجابوا الجثث ديالهم، ولكن طلع كل شيء كذوب. التوابيت اللي جابوا ديال الخشب خاويين. علاش خاويين؟ لان الجثث ديالهم تفرتكوا. تخيل معايا درون غتضرب سيارة فيها دوك القادة، غتفرتكهم، واي سيارة جات باش تجيب الجثث ديالهم حتى هي غتفرتك، لان اي سيارة، اي واحد قرب من الحدود كيفرتكوه. اذا هادوك اللي ماتوا حتى واحد ما جاب الجثث ديالهم. اللي غيجي يجيب الجثث ديالهم حتى هو غادي يموت. واحد من هادوك اللي ماتوا لقاو رجلو هنا حدا الجدار العازل، اذا الجثه ديالو ما غيلقاوهاش. والقائد الثاني لقاو الجمجمه ديالو وصلت 30 دوف. والقائد الثالث لقاو خنافرو وصلوا المركز ديال الحدود 2 بغال. اما القائد الرابع اللي كيتعتبر من اخير واجود القواده عندهم، وصلات قزيبتو لهنا سور الصين العظيم. قزيبتو لقاوها في سور الصين العظيم، تنقول لكم تشتت. ودابا دخلنا عليكم دوك التوابيت اش غيكون فيهم. وهما يا الشهداء ديالهم ما قدروش يجيبوا الرفات ديالهم، بقى مرتزقه. الشهداء ديالهم باقين في فرنسا، بقاو غير مرتزقه، غيمشيو غيعاتقوا لهم الجثث ديالهم. تا والله تا الصنادق خاويين بالله.